شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش منذ صبيح اليوم الجمعة في مسطر تقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة ل5 أشخاص على خلفية توقيفهم يوم أمس الأربعاء للاشتباه في اقتحامهم مؤسسة صحية عمومية بحي المسيرة الثالثة وقيام أحدهم بنزع العلم الوطني من سطح بنايتها قبل أن يعند إلى تمزيقه ورميه داخل الفضاء الداخلي للمؤسسة. وحسب مصادر أمنية لجريدة أخبار اليوم فالمشتبه بهم ال5 والذين يستهلكون المخدرات بشكل جماعي صعدوا مساء يوم الثلاثاء الماضي إلى الطابق العلوي لمركز صحي عمومي بالحي المذكور الواقع بالمجال الترابي لمقاطعة المنارة، حيث اعتلوا سطح البناية التابعة لوزارة الصحة قبل أن تلعب المخدرات برأس أحدهم ويبلغ تأثيرها عليه مداه ويدخل في نوبة هستيريا قام خلالها بنزع العلم الوطني ثم شرع في إتلافه. هذا وقد تقرر وضع 4 موقوفين رهن الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم تهمة تتعلق بانتهاك حرمة مؤسسة عمومية واستهلاك المخدرات وإهانة العلم الوطني فيما تم إخلاء سبيل المشتبه فيه القاصر. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.